أسألكم بالله بالذي خلق السماوات والأرض ألا تتركوني وحيد، أنا لا يعلم حالتي إلا الله. لا، أنا من محافظة ريمة، اسمي محمد علي محمد أحمد اللبخي، أتواجد في محافظة عمران. قدر الله علي بحادث مروري قبل 5 أشهر، ولا زلت الآن بالسجن وحالتي لا يعلم بها إلا الله. وصدمت صاحب دراجة نارية من محافظة عمران من مسور بني حور، والآن مشلول لا زال تحت العلاج، والمبلغ قد أكثر من 13 مليون، وأنا في ضيقة لا يعلم بها إلا الله، وحالتي وحالة أولادي لا يعلمهم إلا الله. كيف القضية يا مشايخ عمران؟ وش صار في المسكين صاحب ريمة؟ ذي له شهور مسجون خلف القضبان من سب حادث صار من دون علمه، حادث مقدر من جناب الرحمن، والحمد لله هذا قضاه وحكمه. ذي منعكم يا أهل الوفاء والعرفان، منع الصحب والود يا أهل الشيم. سووا لكم مخر بهذا الإنسان، ثوروا لكم في حل يجلي همه. من ثار لجل الخير ما هو خسران، يكفي لنا غدر الزمان وظلمه. بناشد الطال اليمن والشجعان، وكل نشم يعذب قلبه رحمة. الفزعة مع هذا الغلبان، والغرم بين الناس لو في كلمة، الناس هي للناس والكل اخوان. والغرم هو غرم الجميع مش غرمه، وابن الضبيبي شيخ عاقل فهمان، والقبيلة تسري معه في دمه. ما بايس بحد من رعاياه يهتان، 6 شهور في السجن وسط العتمة. شدوا العزيمة يا حماة الأوطان، موضوع هذا الشخص لازم حتمه. وازكى صلاتي على النبي العدنان، سيد البشر طه شفيع الأمة، سيد البشر طه شفيع الأمة، وتحياتي له.